مشاهدينا الكرام، الشعب التاجيكي أمة آرية عريقة، وله شخصيات باردة في جميع مجالات العلم والثقافة، مثل أبو عبد الله رودكي، أبو القاسم فردوسي، ابن سينا، وعشرات من العلماء الآخرين. ألف هؤلاء العلماء كتبا ضخما في مجالات متعددة، وأسهموا إسهاما كبيرا على تطوير العلم والمعرفة. جدير بالذكر أن مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن أشار في خطابه لعام 2025 بأعظم مؤلفات الأدب التاجيكي باسم شاهنامة للشاعر الشهير حكيم أبي القاسم فردوسي. عرضت في قاعات الأرض لقسم التاريخ القديم وأصول الوسطى للمتحف الوطني عديد من المخطوطات التي ألفت من قبل الأدباء التاجيكي، ومن بينها كتاب الشاهنامة، وهي تعتبر أعظم أثر أدبي تاجيكي في جميع العصور، وتتحدث عن التاريخ الشعب التاجيكي قبل الإسلام. ومن أمثلتها توجد في المتحف الوطني نسخة من طباعاتها الحجرية التي طبع سنة 1314 هجريا الموافق بالسنة 1897 ميلاديا. يوجد في داخل الكتاب أكثر من 50 رسما توضيحيا الذي يتناول الكثير من مظاهر الحضارة التاجيكي من ملوك وجيوش. أعزائي المشاهدين، إذا أنتم ترغبون لرؤية الشاهنامة وكتب أخرى عن القرب، فندعوكم لزيارة المتحف الوطني.